السلام عليكم، شلونكم خالد؟ طبعا قبل فترة شفت حملة تسقيط مستغلين. قلت يا الله، طلاب بدأوا يوعون انه اكو بعض القنوات وما ادري شنو، قنوات تليجرام وهاي اللي تسربت على الطلاب يستغلوهم سواء مرشحات او هاي، بغض النظر عن طريقة الاستغلال. شيء ايجابي صراحة انه الطالب صار عنده وعي. المشكلة وين هنا؟ اولا طريقة محاربتهم اللي جاي ينشروها هي طريقة خطأ، وحرفيا جاي تروج له انت بديك. المشكلة الثانية انه ذولا نفسهم اللي سووا الحملة حتى يسقطون ذولا المستغلين صاروا مو مستغلين، يعني شخص من هذول اللي مسوين الحملة. المشكلة وين؟ انه قام يسوي قناة تليجرام، قام يسوي حساب تيك توك، حساب انستغرام، حساب وتعالوا. زين انت تدري انه اغلب المشاركين بهاي الحملة هم طلاب 26 اللي ما عندهم وقت. تجي حضرتك تسوي قناة تليجرام ليش؟ حتى يبيعها بعدين، يعني صلت كم فلس بيهن. سوى حساب تيك توك، سوى حساب انستغرام، ويلا تعالوا شباب وطوني لايكات. سؤال، هو هذا مو استغلال لو لا؟ يعني حرفيا استغباء، ويستغل انه الطلاب ضايجين من هاي النماذج فيستغبيهم حتى يستغلهم بافضل طريقه ممكنه. فيا شباب هاي طريقه خطا، وهاي طريقه راح تضرك انت، لين راح تضيع وقتك ببلاش، وبالمقابل راح تفيده. شلون راح تفيده؟ هذا حرفيا ترويج لقناته. انت اليوم من تروح تغلط عليه تعليقات تروج لقناته، حتى لو تفشر عليه الذكاء الصناعي يعتبرها تفاعل، وراح يعتبرها يعني شيء ايجابي على القناه. حتى الديسلايك مرات يجيب نتيجه عكسيه، لان اصلا صار ما مظهور، فشنو الفائده من الديسلايك اصلا؟ راح تقول لي شلون؟ زين الطريقه الصحيحه هي الكنسله، يعني هذا المفهوم طاش عند الجماعه عند الاجانب هناك. طريقه الكنسله حرفيا ممكن تدمره دمار. شلون؟ اول شيء طبعا على قناته، اذا اقترحت لك قناته تطيب لاغ محتوى مضلل، بس محتوى مضلل، طيب لاغ محتوى مضلل واكتب لي يابا هذا ينشر معلومات مغلوطه هدفها استغلال الطلاب والى اخره. من تطلع من الابلاغ دوس على الفيديو مالته، اطلاع هم نوع عدم اقتراح. انت هيجي راح تقول لي الخوارزميه مال اليوتيوب انه هذا شخص نصاب. شو تسوي الخوارزميه؟ الخوارزميه هدفها انه تحمي المستخدمين، يعني هي كمنشاه حتى تحمي المستخدمين. اذا كثرت هيك بلاغات بس تعدم القناه حرفيا، يظل بعد ما تروج لها. هاي الطريقه هي صحيحه. هاي الشغله الثانيه انه صار رمي عشوائي، يعني شكو واحد ينشر مستغل الطلاب. زين اكو فيهم فعلا يعني ينشر مثلا فد فيديو ملخص مال الموضوع، فد فيديو نصيحه عن الموضوع، ويكون فعلا شيء ايجابي. خذاب نزل بيه فيديو، يلا اهم شيء حصل له 60,000 مشاهده. واحد من عندهم اللي يريد ضد الاستغلال حاط اعلانات على الفيديوهات مالته. زين هاي المفروض فيديوهات مال حمله انسانيه، مو تستغلها تجي بالاعلانات. فتنبهوا في رايكم. هاي الحمله تشمل شكو واحد المفروض يجي يقيم الاسئله وراء الامتحان ويستهزئ بالطلاب وكانما، حتى وان كان مدرس طالب حالي طالب سابق، وهو يدري انه الاسئله مثلا جت صعبه وينشر يستهزئ. هذا هم لازم يتعرض للكنسله. فيا شباب الكنسله انه حرفيا تعتبر ما موجود بالانترنت، تطيب بلاغ وتطلع من كل قنواته، تلغي الاشتراك ما ادري شنو. هاي بهاي طريقه انت راح تضر يا حبيبي. هاي الخوارزميه هيك تشتغل. اما التعليقات ونشره وما ادري شنو هاي، فانت حرفيا جاي تعطي احلى هديه. يلا خالي في امان الله.